مكتوب في العنوان، وهي عن الحبوب واللي احنا ازاي نقدر نعالج الحبوب دي بطريقة صحية. وطبعا اي كلمة ورا الفيديو ده يعني خصوصا اكيد للبشرة الدهنية والمختلطة، ولكن برضو مناسبة لأي بشرة بيكون فيها حبوب. وطبعا اللي احنا لازم فعلا نعالج الحبوب دي على طول، يعني مينفعش خالص ان احنا نسكت عليها، لاننا كل ما نسكت عليها ممكن تطلع حبوب اكتر كمان وتعمل التهاب. فاحنا النهارده في الفيديو ده هنقول ايه هي اسباب الحبوب، يعني ايه الحاجات اللي مسببه الحبوب، ممكن احنا نكون بنعملها بقصد او من غير قصد. وكمان هنقول طرق العلاج وان احنا ازاي نحمي نفسنا من الحبوب دي. فيلا بينا نبدأ الفيديو. واول سبب معانا هو العمر، يعني في عمر معين وهو بيطلع حب الشباب. طبعا حبوب الشباب دي بنتعامل معاها عادي بروتين عادي خالص، وكمان اللي احنا المفروض ان احنا في الفترة دي نحافظ على الاكل وعلى مثلا اي حاجة ممكن تكون بتسبب لنا ضغط، عشان اصلا يعني الفترة دي بتطلع حبوب كتير قوي في الوش، وعلى حسب طبعا نوع كل بشرة وعلى حسب يعني طبيعة وشك ايه. تاني سبب وهو التغيرات الهرمونية. تمام. تالت سبب معانا وهو الاكل، طبعا دي سبب مهم جدا جدا، ممكن كتير مننا يعني بيعملها من غير قصد ويجي يتفاجئ احنا ليه وشنا بيطلع فيه حبوب. بس طبعا ده سبب مهم جدا جدا بجد، الاكل ده مسبب كبير جدا لوشنا يطلع فيه حبوب. زي ما كنا بنقول الاكل ده مسبب كبير جدا للحبوب. ليه؟ لان الاكل فعلا بيكون فيه دهون كتير قوي، طبعا على حسب الاكل اللي انتوا بتاكلوه، مش كل الاكل، يعني قصدي الاكل بيكون فيه دهون كتير قوي. الاكل اللي بيكون فيه البان مثلا زي لبن، جبنه، زبادي كده، ممكن بس طبعا اساسي ان الجبنه التركي دي مسببه كبيره جدا 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 للحبوب. وطبعا المشروبات الغازيه كمان، طبعا هو في منها كتير دلوقتي مقاطعة، ولكن برضو في مش مقاطعة، وفعلا دي بتطلع حبوب كتير قوي، لانها هي فعلا بتعمل دهون في الجسم، والدهون دي غلط جدا، وكمان بتطلع حبوب كتير جدا جدا في الوش. زي ما قلنا الاكل، الدهون او الالبان طبعا والزيوت والكلام ده كله بيطلع حبوب. تالت سبب معانا وهو النفسية، مثلا القلق، التوتر، الخوف كده، يعني طبعا كلها الزيادة. النفسية سبب كبير جدا برضو للحبوب، النفسية فعلا مسببة كبيرة جدا للحبوب. زي مثلا ما احنا اول ما بنزعل نلاقي اللي بيتأثر على طول وشنا وشعرنا، الاتنين دول اكتر حاجتين بيتأثروا معانا. هو فعلا يعني النفسية ده مسبب كبير جدا، والزعل المستمر ده بيسبب فعلا حبوب كتير جدا. فاحنا ما علينا اللي احنا يعني يعني زي ما بنقول خير الامور الوسط، اللي احنا ما نزعلش قوي وما نفرحش قوي عادي، ولكن خير الامور الوسط عشان بس نحافظ على صحتنا في كل حاجه، صحه جسم وصحه يعني بشره وصحه نفسيه وكل حاجه. طبعا معظمنا او ما يكونش كلنا بيستخدم حاجات كتير غلط في حياتنا، وممكن او مش ممكن، هو سبب اساسي اللي هي تطلع حبوب. زي ايه؟ زي الميه السخنه. الميه السخنه لما احنا مثلا بناخد شاور وكده، فاحنا يعني طبعا بيكون الكميه دي طبعا بيكون غصب عننا، ولكن في ناس بتتأصل اللي هي تغسل وشها بميه سخنه. طبعا ده غلط جدا جدا، لان الميه السخنه دي يعني بتسيب المسام مفتوحه، مسام وشك بتكون مفتوحه، وطبعا ده بتكون بتطلع حبوب كتير قوي، ممكن انتي مكنتش واخده بالك، ولكن هي فعلا سبب كبير قوي ومشكله كبيره قوي لما احنا نغسل وشنا بميه سخنه. ممكن كمان تعمل التهاب وبتسيب المسام مفتوح. احنا لازم يعني بعد ما نخلص الشاور، او يعني عموما بعد ما نحط اي ميه سخنه على وشنا، نحط على وشنا ميه ساقعه عادي، يعني دي بتكون شيء كويس جدا، بتقفل معانا المسام. طبعا في استخدام غلط كمان احنا بنعمله، وهو اي منتج بيكون على ايدينا فاحنا بنيجي بعديها بنحطه على وشنا. بمعنى ايه؟ احنا مثلا لما نكون اخدنا شاور وطالعين، احنا المفروض اول حاجه نعملها ان احنا نعمل الروتين بتاع وشنا اول حاجه، وبعد كده نبدا بقى في شعرنا وهكذا. يعني احنا مثلا غلط جدا لما تكون اول ما نطلع من الشاور نعمل الروتين بتاع شعرنا، يعني الطبيعي ان احنا يكون على ايدينا بواقي من
المنتجات بتاعت الشعر، فهنيجي نحطها على وشنا هنطلع حبوب كتير جدا. فاحنا لازم نكون حذرين جدا على المنتجات اللي بتكون على ايدينا ونيجي بعدها نحطها على وشنا. تمام. وفي كمان حاجات مهمة جدا مثلا زي الرول بتاعت الوش اللي هي بتاعت اللي تعمل مساج للوش، دي لازم كل مرة لما نيجي نستخدمها نعقمها كويس قوي عشان اكيد بيكون عليها بكتيريا من الجو. هي حاجة تانية من الادوات بتاعت الوش دي. تمام. وفي كمان الفرش بتاعت الميك اب او البيوتي بلندر بتاعت الميك اب، دي لازم كل فترة معينة اللي احنا نغسلها كويس قوي عشان بيكون طبعا عليها بكتيريا كتير وكده كده ميك اب قديم فبيعمل برضو بكتيريا على الوش فبتسبب حبوب برضو. وفي كمان يعني حاجات احنا ممكن بنعملها بتسد المسام، والمسام ده لما يتسد بيعمل حبوب تحت الجلد وبيكون طبعا شكلها مش لذيذ خالص. فاحنا المفروض نخلي بالنا نكون حذرين جدا من اي حاجة احنا بنقربها لوشنا، لان وشنا ده فعلا هو بيكون شيء حساس جدا فممكن هو يتحسس من اي حاجة. وكمان خصوصا البشرة الحساسة فهي اكيد طبعا بتتحسس من اقل حاجة. في برضو اسباب معينة اللي احنا وشنا يطلع عليه حبوب. في المنتجات اللي احنا بنحطها على وشنا، مش قصدي المنتجات اللي احنا بنجيبها من الصيدليات وكده، ولكن المنتجات الطبيعية اللي احنا بنحطها على وشنا. في كتير قوي بيفضلوا هم يحطوا ليمون على وشهم، ده اولا كارثة على الوش، شيء وحش جدا. الليمون او التلج او الملح اي حاجة خشنة على الوش، خصوصا برضو لو وشك فيه حبوب فطبعا شيء وحش جدا جدا على الحبوب. في برضو سبب مهم ممكن يطلع علينا حبوب، وهو الافراط في استخدام المنتجات اللي احنا بنحطها على وشنا. يعني ايه؟ يعني مثلا ما ينفعش ان احنا كل ما مثلا بنكون معديين كده من قدام الكريم او الغسول او كده نغسل وشنا بيه او نحط كريم. طبعا ده بيكون كل ما احنا بنزيد في الحاجه من غير فايده معينه، فده بيكون غلط جدا وممكن يطلع علينا حبوب. تمام. وبرده سبب مهم جدا جدا في ناس كتير قوي بجد بتقع في المشكله دي، وهو اللي احنا مثلا اللي بيحط ميك اب مش بيشيله قبل مثلا ما ينام وينام بيه، فطبعا ده مشكله كبيره جدا، بيسد مسام ويطلع حبوب تحت الجلد زي ما قلنا، وكمان بيعمل حبوب يعني لوحده كده ويعمل التهابات، ممكن كمان يعمل اسمرار في البشره مكان الحاجه اللي احنا مش بنشيلها. وطبعا بيكون مشكله اكبر لما يكون الميك اب كوبي، يعني مش بيكون اوريجينال، فده بيكون برضو مشكله كبيره قوي الميك اب الكوبي ده، فلازم ان احنا نخلي بالنا كويس قوي من الحاجات اللي هنحطها على وشنا. كده البارت الاول من الفيديو خلاص، ندخل على بارت 2 من الفيديو وهو العلاج او نحمي ازاي نفسنا من الحبوب دي. اول حاجه طبعا بنستخدم روتين يكون احنا نركز قوي على المكونات بتاعه المنتج اللي احنا بنحطه على وشنا، نركز عليها كويس قوي عشان ممكن يكون اي حاجه فيها صغيره ممكن تطلع لنا حبوب. فده الروتين. طبعا بنغسل وشنا للبشره الدهنيه مرتين بس في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، وكمان المخلطه وهكذا. والجافه يعني بصراحه مش مستحب اللي هي يعني الوش يتغسل كتير، على الاقل هو مثلا بيكون مره، او مثلا لو في مثلا حاجه في اخر اليوم او نص اليوم نغسل وشنا فعادي يعني مش مشكله، ولكن يعني ما نكترش على مرتين في اليوم بس. طبعا البشره اللي فيها حبوب او البشره الدهنيه ما ينفعش خالص نستخدم مقشر فيه حبيبات كتير، فبنلجأ للتقشير اللي هو بيكون زي مثلا اكريتين، ده حلو جدا طبعا بيكون بتركيز معين على حسب برضو نوع البشرة. والمرطب بيكون جل، ده يعني صراحة المستحب. او مثلا انا لما كان بشرتي فيها حبوب لما استخدمت مرطب جل صراحة كان النتيجة بتاعته احلى من الكريم. كده كده الكريم بيكون تقيل قوي، فالجل بيكون احسن كاف كريم او سان بلوك اي حاجة. وكريم للحبوب طبعا لازم ان احنا نحط كريم للحبوب. بصراحة انا بحب قوي 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 فيسودين، حلو جدا بجد، يعني انا بحطه فعلا بيجيب نتيجة كويسة جدا. انا بشرتي جافة يعني بشرتي مش دهنية، ولكن برضو بيطلع لي حبوب فبحطه، صراحة النتيجة بتبقى حلوة جدا وبيكون كويس جدا. طبعا لازم زي ما قلنا ان احنا نشيل الميك اب لازم قبل ما ننام،
وما ننامش بيه خالص. وعموما ان احنا ما نكترش من حط الميك اب على بشرة فيها حبوب. وكمان ان احنا ما يعني مستحيل او غلط جدا جدا نستخدم منتج مش طبي، يعني منتج تجاري زي مثلا كريم نيفيا او ايفا او الكلام ده كله. ده طبعا بيكون فيه مواد بتطلع حبوب كتير جدا، هي سواء البشرة الدهنية الجافة اي حاجة، يعني عموما اي نوع بشرة غلط استخدم المنتجات دي عليها. وكده الفيديو يكون خلص، واتمنى ان انتوا تتبعوا كل نصيحة في الفيديو، وان شاء الله يجيب معاكم نتيجة. واي سؤال لو عايزين تسألوه تعالوا على الاكونت بتاع الانستجرام هتلاقوه في اول كومنت. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جاي. باي.